نقول جزا الله الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له الفضل بأن نكون نحن في الإسلام ونتشرف بالإسلام وبنور الإسلام، لأنه هو الذي فتح العراق. لكن أيضا في الموقع وفي المورد الآخر وفي الكلام الثاني وفي النقاش العلمي نحن لا نرضى لموقف الخليفة الثاني عمر بن الخطاب عندما يأخذ وبمعنى ما نقول يغتصب الخلافة من أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومهد لاغتصاب الخلافة للأول وثم أخذها هو وثم مهد إلى الثالث. ننتقد الخليفة الثاني بهذه الخصوصية ولم تتح الخليفة الثاني بالخصوصية الأخرى. حفظوا هذا الدرس وهذه الوصية لرسول الله ونفذوها في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونفذوها في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويا ترى هل هذا ما كان يريده منا الخلفاء الأربعة أبو بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي؟ أهذا ما سعى الصحب والأحبة وأهل البيت إليه؟ فأين أمة السلام؟ وأين أمة الوحدة؟ وأين أمة لا إله إلا الله حصني؟ وأين أمة محمد؟ وأين أمة أبي بكر؟ وأين أمة عمر؟ وأين أمة عثمان؟ وأين أمة علي؟ أهذا يرضيهم؟ أهذا يرضيهم؟ كيف بنا إذا رآنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسب عمرا أو رآنا نسب عليا؟ أهذا هو منطقنا أم هذا هو ما علمنا؟ فتبا لمن قتل الحسين، وتبا لمن يدعي أن من قتله سني، وتبا لمن قتل الخلفاء ويدعي بأنه شيعي، وتبا لمن قتل الخلفاء ويدعي بأنه شيعي، وتبا لمن قتل الخلفاء ويدعي بأنه شيعي. عمل به في أيام الرسول، وعمل به في أيام خلافة الخليفة الأول، وعمل به قدر من خلافة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضوان الله عليهما. فنحن نجد أن المسلمين اختلفوا في مسألة الخلافة والإمامة، فهناك من يرى الشرعية للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وهناك من يرى الشرعية للخليفة أبي بكر رضوان الله عليه. أساء فيه لأم المؤمنين السيدة عائشة وبعض صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورضوان الله عليهم. لما أنا أقول بأن فلان وفلان وبالتحديد أبو بكر وعمر ليسا كافرين، ليسا منافقين بالنفاق العقائدي بالمعنى العقائدي. نعم كان لديهم انحراف، كان لديهم أخطاء، هذا لا أحد ينكره، يعني حتى أبو بكر لا ينكر هذا الأمر، وحتى عمر لا ينكر هذا الأمر. ولكن أن نقول بأنهما كافران هذا غير صحيح، هذا لا يمثل على الإطلاق رأي مذهب أهل البيت عليهم السلام. يعني كيف هذا يقول أنا شيعي ويترضى على أبي بكر وعمر؟ هذا من التناقض يعني الذي حقيقة يعني يحير العقول. فلهذا نحن نسأل الله أنه يهديهم في الواقع، وإذا لم يحصلوا على الهداية فليعلموا أنهم على خطر عظيم. لا تجتمع ولاية وخلافة أمير المؤمنين مع خلافة أبي بكر، أحدها شيطانية خلافة أبي بكر وهذه ربانية. اليوم أكملت لكم دينكم لا تجتمعوا. قتلت فاطمة الزهراء سلام الله عليها رضي الله عنهم. الترضي على قتلة فاطمة الزهراء هذا الذي يقطع قلب المؤمن، هذا الذي أصبح كلمة جدا عادية، نسمع هذه الكلمة عادي.